ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. متابعيني في كل مكان، وحشتوني من اخر فيديو نزلناه مع بعض. بما ان الجو ساقعه هنعمل كيكه اقتصاديه جميله. انا بسميها كيكه الشتويه. كيكه تقولي هوهوس، تقولي نايتي، تحفه تحفه. خليكي معايا وهنقولك المقادير. انا اول حاجه، هي الوصفه دي بتتعمل في صينيه مدوره 30. انا ما عنديش صينيه 30 فعملتها بايركس حوالي 29 سم. مش مهم طبعا، احنا هنخلي البوله دي على جنب. تعالوا نشوف بقى المقادير. معايا هنا دول كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص دقيق انا هي بالمعيار ده. معايا هنا هنحط عليهم دول ربع معلقه بيكنج صودا. البيكنج صودا ده اللي هو احنا بنستعمله في الطعميه والحاجات دي. انا هوريك النوع اللي انا جايباه. انا جايبه النوع ده، شايفاه؟ ده للاكل تحفه جدا، غير اللي بيتباع عند العطار. تمام. معايا ايه تاني؟ معايا هنا ربع معلقه ملح. تمام. معايا هنا نص كوبايه كاكاو اسباني خام. تمام. معايا هنا كوبايه سكر 200 جرام. معايا هنا ربع كوبايه زيت. انا بوريكي بالمعيار اهو، ما عندكيش المعيارات دي، لو عندك ميزان يبقى 50 جرام. معايا بيضه واحده، وهي ده هنا بطل الوصفه النهارده، ببيضايه واحده. معايا كوبايه الا ربع حليب. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنقلب المكونات الجافه مع بعض. انا معايا الكاكاو ده جميل جدا، اسباني غامق. لازم نقلب المكونات الجافه مع بعض حلو علشان تدينا نتيجه برضو حلوه. هنركنها على جنب، نوسع المكسير كده. هنعمل ايه هنا بقى؟ الكاكاو اللي عمال ينطر ده، هننزل البيضه اللي نزل ده من ايد الكاكاو، وهننزل هنا. عندك فانيليا سايبه، عندك فانيليا بودر، المتاح عندك اعمليه. هنزل هنا بمعلقه، اهي معلقه فانيليا. تمام. وهنزل هنا بالسكر. تمام. انا هنا عايزه بمعلقه خشب المتوفر عندك، بمضرب زي كده. احنا هنا هنضربهم على ايدينا، حاجه سهله برضو للناس اللي ممكن ما عندهاش خلاط، اللي ما عندهاش برضو مضرب زي كده، ممكن تستعمل معلقه خشب. انا هنا نقلتها في بوله كبيره عشان البوله اللي كنت بعمل فيها كانت صغيره. انا مش هضرب كتير، لان هي الكيكه خفيفه جدا. انا عايزه الضرب كده يا دوبك السكر يختفي زي ما انتم شايفين معايا كده. هنزل هنا بربع كوبايه زيت، وكل ما احط مكون هضرب. تمام كده اهو. هعمل ايه هنا؟ ده الكوبايه الا ربع اللي قلت لكم عليها حليب. تمام. هنزل هنا بقى بحاجه حلوه قوي. هنزل هنا بمعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، بتدي طعم حلو قوي للكيكه، وبتظهر الشوكولاته. هي كيكه شوكولاته، بتظهر كيكه الشوكولاته في بتظهر الطعم بتاع الشوكولاته. هنقلب زي ما انتم شايفين كده. هنا برضو لازم اقلب بقى شويه، عشان ايه؟ الحبيبات بتاعه القهوه سريعه الذوبان تختفي شويه. شايفين؟ وهننزل هنا بالمكونات الجافه، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر، والبيكنج صودا والملح.
بس هنخلهم. واهم شيء في الكيكات كلها عامه يعني نخل الدقيق. وعشان لو الكاكاو فيه تكتلات زي ما انتم شايفين معايا كده برضو ايه، يعني طبعا الرطوبه انتوا عارفين الرطوبه وكده اهو. بص التكتلات بتاعت شايفين اهو. هحط برضو تاني عليها كده. هنا بعد ما نخلته هنقلب بقى كده بالراحه. عندك معلقه خشب قلبي، عندك مضرب زي ده قلبي. هي مش مستاهله يعني ايه، هي كيكه جميله وخفيفه ومش متعبه بجد. لازم تجيبي من الجناب كده زي ما انت شايفاني اهو. عايزه اقول لكم ريحتها جميله. طب هي كده تقلت معايا، شايفين تقلت ازاي معايا. هنا بقى ايه المكون الجميل السحري اللي هيخلي لي الكيكه دي هشه وجميله. معايا 100 جرام ميه بتغلي هننزل بيها، شايفين هنقلب. شايفين بقى السمك بتاعها عامل ازاي. شايفين هو ده المطلوب. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي السمك بتاعها اهو، شايفينه جميل جدا. هعمل ايه بقى هنا، هناخد المضرب بتاعي كويس تمام، واجيب الاسباتيولا كده واجيب الجوانب دي كده اهو، واجيب من تحت لفوق اهي. هي متقلبه كلها اهي زي ما انتم شايفين معايا. هنا البايركس بتاعي انا قلت لكم في بدايه الفيديو هي بتتعمل في صينيه 30. انا ما عنديش صينيه 30 مدوره، عندي البايركس. هنزل بقى بيها كيرب. هنزل بالبواقي كلها كده. طبعا دي عشان دي طبعا المقادير كلها. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه بامانه تحفه. اقتصاديه زي ما انتم شايفين، بيضايه واحده اللي هيشوفها وهيدوقها مش هيقولك دي ببيضايه واحده بس، مش مكلفه. وهنا حبايبي لازم اطلع منها ايه الهواء زي ما انتم شايفين كده. الفقاعات دي هواء فيها تمام اهي. عشان بارك سمك هدخلها على فرن مسبق 180 على فرن المسبق رف اوسط 180 بتقعد 30 دقيقه. ما تفتحيش عليها قبل 30 دقيقه وهنشوفها بعد ما تطلع. وهنا حبايبي بعد ما طلعتها انا عملت لها اختبار، شايفين اهو. في المرحله دي انت عايزه تسقيها معلقتين لبن، هي مش مستاهله، جميله جدا. شايفين شكلها. طبعا هي كانت عايزه حاجه فاتحه عشان تبان، عشان دي كلها كاكاو. هنعمل لها هنا صوص.
صوص شوكولاته. بصي بقى، في امكانك تعملي صوص شوكولاته بالكاكاو ومعلقه زبده ومعلقه زيت. ده الصوص الشوكولاته، وهنعمله مع بعض في القناه قريب ان شاء الله، اللي هو الاقتصادي. انا هنا عشان بس كان عندي متوفر شوكولاته معايا هنا حوالي بتاع دي يعني حوالي 80 جرام اهي ماشي. ومعايا هنا حوالي برضو بتاع 100 جرام شوكولاته دارك. ومعانا هنا بقى انا يعني دي حاجه متوفره عندي، مش متوفره عندك مش ضروري. معانا هنا علبه قشطه بوك. تمام، خليكم معايا. هنزل بيها كده. بسم الله. لو هي مش متوفره عندك مش ضروري شوكولاته تعملي بيه عادي يعني، مش ضروري. تمام، بالشوكولاته الدارك. وهنزل هنا بالشوكولاته دي. هنفصلها كلها زي ما انتم شايفين كده. هي كانت عندي متوفره يعني، دي مش عندك ممكن شوكولاته دارك عادي، ممكن كاكاو زي ما انا قلت لك الصوص الشوكولاته نعمله مع بعض. تمام. هعمل ايه هنا بقى؟ انا هنا عشان حطاها في كسرونه الومنيوم، ممكن في امكانك تسيحيها في الميكروويف، او انا هسيحها على نار هاديه يعني لغايه ما تفك كده معايا. تمام. او على حمام بخار ميه. ايه الحمام البخار ده؟ بنحط حله صغيره على عين البوتاجاز، الميه تكون بتغلي ونهدي عليها ونحط نسيحها. انا هسيحها وارجع لكم. الشوكولاته اللي احنا عملناه هننزل وهي سخنه. اللي بينزل من الشوكولاته ده البندق، لان هي شوكولاته ببندق. ازاي اقول لكم جميله. طبعا هننزل بالشوكولاته كلها، مش هنسيبها يا جماعه شوكولاته. وزي ما قلت لك ما عندكيش شوكولاته هنعمل ان شاء الله صوص الشوكولاته قريب بالاقتصادي. تمام. هوزعها بس كده، شايفين منظرها. هنزينها بقى مع بعض دلوقتي، خليكم معايا. وزي ما انتم شايفين هنا كده شكلها تحفه، ولا ريحتها بجد تحفه تحفه تحفه. الموجود عندك زيني بيه، ممكن كاكاو، رشه كاكاو كده من على الوش تحفه. شايفين منظرها؟ جوز هند ماشي، فارماسي ماشي، زي ما انا قلت لكم الموجود عندك زيني بيه، فرحي ولادك بيه. شايفين شكلها بجد تحفه تحفه تحفه. تبرد بقى هنقطعها مع بعض. تحفه بجد تحفه. شايفين الحلاوه، شايفين الطعامه. مين هيقول ان دي ببضايه واحده، مكونات في كل بيت، حلوه جدا، خفيفه. فرحي ولادك واعمليها، جميله جدا. تنفعك برضو لو عندك مناسبه، عندك عزومه، تحفه جدا. تعالوا بقى ندوق مع بعض. شايفين جميله ازاي؟ تحفه 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 بامانه، تحفه جميله. لو وصلت لغايه هنا معايا وعجبك الفيديو، ما تنسينيش بالاشتراك ولايك وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو منك. يلا باي باي.